بس لما كنت هاخد قضمة من البرجر اللي كنت مختاره المدير دخل من الباب. اتخضيت ورميته بسرعة في كيس الزبالة، لكنه جاي على طول ورفع الكيس ده. في اللحظة دي قلبي وقف، وبعدين فجأة ابتسم. طلعت إنه كان عايز يذكرني أفرز الزبالة صح علشان إعادة التدوير. مش بس إنه ملمنيش، لأ كمان كان كريم ودفع لي فلوس. ولما كنت هأفرح بالموضوع هبت ريح قوي وطارت الفلوس من إيدي. رحت أجرى وراها لحد ما وصلت لمدينة ملاهي مهجورة. الفلوس راحت في إيد راجل غريب. اتخضيت لدرجة إني اتلفت وجريت بعيد، حتى إنني جرحت جوربي الكبير. البنت اللي دايما كانت بتخلي الأمور صعبة عالية لاحظت جوربي المقطع عمدا. رمت لي ورقة نقدية عند رجليها وادعت إنها ماشية وكأن مفيش حاجة حصلت. بعد صراع داخلي شديد الجوع أخيرا انتصر على كرامتي. انحنيت والتقطت الفلوس، لكن بعدين هي رجعت تصرخ إنها فقدت ورقتها النقدية. كانت مهانة بكل بساطة، ومن غير ما أحاول أخفيها علشان أسترد الفلوس اللي كانت بتاعتي. ما كنتش عندي غير فرصة أرجع لمدينة الملاهي دي. الراجل الغريب ظهر على دولاب الألعاب، طلع ورقة بيضاء وكأنها سحر حولها لورقتين نقديتين. قال لي احتفظ بكل الفلوس. لكن وانا فاكر اللي حصل في الصبح حسيت بشعور عميق من العار. اخدت بس الورقة اللي كانت بتاعتي ومشيت ودموع في عيني. بعدين نادي عالية وجالي بسرعة. قفلت عيني من الخوف، لكنه انحنى برفق وربط لي شوزي. في اللحظة اللي بعدها السماء اتملت فقاعات صابون. كان واقف يبص عليا مبتسم